في بداية الكارير بتاعي تقريبا أول 3-4 سنين جالي فرصة إني أدخل انترفيوز مع واحد من أكبر بيوت الأزياء في العالم، وفعلا بدأت البروسس اللي استمرت حوالي 3-4 شهور وخلصت بعد حوالي 5 أو 6 انترفيوز. في الآخر أنا اتقبلت معاهم والناس بعتولي أوفر ليتر. اتناقشت مع حد من أصدقائي هناك في الأوفر بقى بالباكج بالكامل بتفاصيلها. قال لي وليد أنت رحت المكتب، رحت الشركة؟ قلت له الحقيقه لا، انا قعدت مع الناس في اوتيل هناك كبير، عملت ال5 انترفيوز في اماكن مختلفه في الاوتيل، كل مره في ميتنج روم مختلفه. قال لي طب نصيحه، روح الشركه. قلت له ليه؟ قال لي بس على الشركه، شوف الشركه من جوه عامله ازاي، انت مستريح ولا لا؟ قلت له هي جنب البيت والدنيا والشركه وده اكبر اسم في المجال ده في العالم. قال لي معلش روح برضه. المهم فعلا كلمت الاتش ار، قلت لها وانا ممكن اجي الشركه لمده ساعه او ساعتين؟ قالت لي وذ بليجر، تعال اعرفك على الناس واعرفك على الناس اللي هتشتغل معاهم واعرفك على زمايلك واعرفك على المكتب بتاعك، ليه لا يعني. رحبت جدا بالفكره ورحت رايح. انا اول ما دخلت المكتب او الشركه انا حسيت ان في حاجه غلط، انا حسيت ان انا مش مستريح. لما دخلت المكاتب وتعرفت على الناس اتخضيت اكتر. المكان ده مش مكاني، الناس دول مش شبهي، كل حاجه هنا انا مش قادر اتخيل اللي انا المكتب ده بتاعي، اللي انا هتعامل مع الناس دول. الامبريشن ده جالي من اول لقطه، من اول لحظه. هنا عرفت يعني ايه ورك انفايرمنت، يعني ايه بيئه العمل، يعني ايه بيئه العمل مهمه، اللي انا ابقى مستريح او حاسس ان انا اقدر اشتغل في بيئه العمل دي. ناس كتيره بتحس الموضوع ده مش مهم، ناس كتيره بتبص على الباكج بس. مهم قوي قوي انك تسال على بيئه العمل اللي هتشتغل فيها، وعشان تعرف بيئة العمل هي كل حاجة محيطة بالشغل بتاعك. يعني ايه كل حاجة محيطة؟ يعني كل حاجة، يعني كل التفاصيل المحيطة بالشغل بتاعك. يعني الشغل بتاعك، الصنعة اللي انت تشتغلها او الحاجة اللي انت تشتغلها، لو انت تكنيكالي اشطر واحد في الدنيا والناس اللي معاك بيدوك السبورت اللي انت محتاجه، بس بيئة العمل unhealthy، انت مش هتعرف تعمل حاجة. فهنا انت محتاج تعرف يعني ايه بيئة العمل. هنمشي مع بعض كده عشان نعرف اهمية بيئة العمل. هنقول بيئة العمل دي فيها ايه. بيئة العمل دي فيها تصميم المكاتب، شكل المكتب بتاعك، هل انت مكتب منفصل، هل انت اوبن اريا، مش مشكلة، انت تختار اللي انت عايزه، مش فارقة، بس في الاخر هل ده مناسب ليك ولا لا. يعني انا فاكر كويس قوي في شركة من الشركات كان الجونيورز عندهم مكاتب، وعشان المكان مش كبير كان المكتب بتاعه مقابل الحيطة. في ولد من الشباب قال لك لا، انا ما اقعدش في مكتب وانا وشي في الحيطة ابدا، نيفر، انا مش هعمل ده. وكان لسه فريش جراد يعني، ورفض الاوفر، ورفض اللي هو يشتغل في الشركه دي، كان في السبلاي تشين وقتها، عشان مكتبه ما يبقاش مقابل الحيطه، والناس كانت بتضحك. طبعا ليه حق، هو مش مستريح للوضع ده. اضاءه المكاتب مهمه قوي، انت ممكن تدخل مكان تلاقي مفيش اضاءه، الاضاءه ضعيفه، الاضاءه مش مريحه، التكييفات مش شغاله، دي حاجه مهمه. هل المكان ده التهويه فيه مناسبه ولا لا؟ المكان ممكن يبقى فيه شبابيك، تبقى انت في وسط بيلدينج مثلا مفيش شبابيك والتكييفات مش شغاله او الاضاءه ضعيفه، انت هتبقى مستريح لده ولا لا؟ مواعيد الشغل، هل في فلكسبيليتي في مواعيد الشغل ولا مفيش فلكسبيليتي؟ مش مشكله تقبل ولا لا، مش مشكله، ممكن يبقى الحاجه دي مهمه بالنسبه لك، لانك انت لو متعود على فلكسبل اورز ورحت مكان لا في مواعيد شارب فروم تو ممكن تتعب. هل ده بالنسبه لك مناسب؟ هل الباكج هتعوض لك ده؟ انت حر، ده قرارك، بس في الاخر انت لازم تسال على السؤال ده. اسال الاتش ار عندكم فلكسبل اورز ولا لا؟ في ورك فروم هوم ولا لا؟ هل انت عندك يوم او يومين تقدر تشتغل فيهم من البيت ولا ما عندكش؟ برضو اجين مش فكره اللي انت يس اور نو، ما انت ممكن تكون مش متعود على الورك فروم هوم، او ممكن ما يفرقش معاك، او ممكن الباكج تعوضك. بس سؤال مهم لازم تعرفه قبل ما تروح، لان ده برضو جزء من بيئه العمل. زي ما قلنا تهويه المكان، نظافه المكان، تكييفات المكان، المكتب والاساس اللي انت هتقعد عليه، هل ده مناسب؟ مكتبك ده مناسب والكرسي ده مريح بالنسبه لك ولا لا؟ يا جماعه الحاجات دي ممكن الناس تستهون بيها، الحاجات دي مهمه، لانك ممكن تبقى شاطر قوي في شغلك والشركه كويسه جدا بس تقعد تعبان، مش قادر، مش عارف اقعد، المكتب ده مش مريح، الكرسي ده مش مريح، وممكن ما يجيبلكش حاجه. انت محتاج ان انت تعرف المعلومات دي قبل ما تروح. السيستم اللي هتشتغل عليه، السيستم هتشتغل على سيستم نوعه ايه؟ هل السيستم ده يتناسب معاك ولا لا؟ لو انت الناس اللي متعوده على الاي ار بي سيستم، لو انت اشتغلت على اللوكال سيستم هتتعب. حتى الناس اللي متعوده على اللوكال سيستم لو اشتغلت مانوال ممكن تتعب. برضو اجين انت ممكن تكون متعود على ده او الباكج تغطيك، بس في الاخر انت لازم تعرف المعلومه دي، السيستم اللي شغالين عليه ايه، الدريس كود، هل لبسك فورمال ولا لبسك كاجوال ولا سمارت كاجوال؟ دي معلومه مهمه جدا لازم تعرفها، لان انت ممكن تروح لشركه يبقى مرتبك فيها عادي 10% 20% زياده عن اللي انت بتاخده دلوقتي، وتلاقي الشركه فورمال 100%،
تلاقي نفسك بتصرف قد مرتبك ده عشان تجيب بدل مثلا لو انت لسه في بدايه كاريرك. طب ما هو ده ما ينفعش. طب لو انتوا مثلا زي ما عارفين كلنا مكاتب الاوديت بيطلبوا من الشباب اللي هم يلبسوا دايما فورمال وفي نفس الوقت ما بيدوش مرتبات كبيره. طب انت منين الولد ده هيروح يجيب كل شويه بدله برقم قد كده علشان كل شهر بقى يبقى يجيب له 3 4 بدل عشان خاطر يقدر يجري معاك؟ طب منين انت بتديله مرتب قليل وانت محتاج منه يلبس توتالي فورمال؟ دي معلومه مهمه لازم برضو تبقى عارفها. التيم ورك سبيريت، هو احنا شغالين تيم ورك ولا كل واحد لوحده؟ دي معلومه ممكن تسال اتش ار عليها. هو احنا هنا بنشتغل تيم ورك ولا كل واحد لوحده؟ وانت لما تدخل جوه الشركه هتحسها، هتحس ان في روح فريق العمل ولا انت كل واحد شغال في حته. السيفتي، المكان سيف ولا لا؟ والسكيورتي، المكان سكيورد ولا لا؟ المسخره، ودي نقطه مهمه. انت ممكن تكون المسخره اللي في الشركات، لو في مسخره في الشركات لا تتناسب معاك ولا مع عاداتك ولا تقاليدك ولا اخلاقك ولا البليفز بتاعتك ولا اي حاجه خالص. وممكن انت تكون شخص بطبعك بتحب المسخره، ده موضوع تاني. بس هل المكان ده، بيئه العمل دي بتسمح بالمسخره ولا لا؟ مسخره يعني اللي انتوا عارفين المسخره، هل انت ده بالنسبه لك يتناسب معاك ولا لا؟ لان انت ممكن تكون انت شاطر قوي والشركه شغلها كويس جدا والبروفيتابيلتي بتاعتها عاليه جدا، بس المسخره جوه دي مش مضايقاك، هتقعد طول الوقت انت متضايق. تخيل بقى الناس كلها قاعده تضحك وتهزر وانت قاعد متضايق، او العكس بقى، انت قاعد هق ومق ومش عارف ايه والناس مش كده، الناس مش بتوع المسخره اللي انت جاي منها دي. وانت على فكره لما تقعد مع الناس هتعرف، يعني لما تقعد مع الاتش ار وتقعد مع التكنيكال وتدخل الشركه مره واتنين هتعرف اجابه السؤال ده كويس قوي. المانجمنت ستايل ماكرو ولا مايكرو؟ القرارات بتتاخد ازاي علشان خاطر تاخد ابروفال على حاجه صغيره؟ مثلا تجيب كرسي، محتاج تطلع للسي او ولا انت ممكن تاخد انت القرار او مديرك دايركت ياخد القرار؟ يفرق معاك الموضوع ده؟ هيفرق معاك ولا مش هيفرق معاك؟ اتس اب تو يو في الاخر، يعني ممكن ما يفرقش معاك وممكن يفرق معاك، بس معلومه محتاج اللي انت تعرفها. الكوميونيكيشن مع الناس، احنا بنشتغل ازاي؟ بنشتغل اوبن بوك ولا هيدن اجندا؟ بنشتغل كل حاجه ترانسبيرنت وبنقول كل حاجه لاي حد في اي وقت، ولا لا كل بقى واحد في حاجات مخبيينها وفي هيدن اجندز مع كل واحد؟ دي برضو نقطه من الحاجات اللي انت محتاج تعرفها، لان انت لو جاي من اوبن بوك ستايل في شركتك ورحت لقيت هنا كل الناس مخبيه كل حاجه والمعلومه بتتقال بصعوبه وتتقال ربعها عشان خاطر الثلاث ارباع مش بتوعك، انت هتتعب. انت محتاج برضو تفهم، تلاقي اجابه على السؤال ده. انتوا بتشتغلوا هنا ازاي؟ الورك لود، هل المؤسسه او الشركه دي بتقدر الشغل 24/7 ولا المؤسسه دي بتحترم مواعيد الشغل وبتقدر تماما لو انت هتشتغل ساعه او ساعتين زياده؟ بيبقى بالنسبه لهم ده صعب. المؤسسه دي بتحترم الادميه بتاعتك او بتاعت الناس اللي شغالين فيها، ولا المؤسسه دي يهمها البروفيتابيلتي ويولعوا الناس؟ محتاج تعرف ده. واجين ممكن تكون الحاجه اللي مش كويسه بس الباكج تغطيك في الاخر عشان تحسب حسبتك صح. الورك انفايرمنت بتفاصيلها لازم تبقى عارفها. السبورت والابريشيشن، هل الناس بتاخد ابريشيشن كفايه ولا ما بتاخدش ابريشيشن كفايه؟ دي معلومه انت محتاج تعرفها. فرص النمو، هل الناس بتكبر بسرعه ولا تفضل مكانك 20 سنه؟ شوف كده اللي قبلك واللي قبله الدنيا مشتي ازاي، شوف التيم اللي هتشتغل معاه اذا كان التيم بتاعك او زمايلك بيكبروا بسرعه ولا الفرص بتبقى صعبه. الورك لايف بالانس، هل المؤسسه او الشركه بتسمح بورك لايف بالانس ولا لا، ولا مش فارق معاهم حته الورك لايف بالانس؟ الهيومانيتي عموما دي مش عندهم، برضو دي معلومه محتاج تعرفها. المنتال هيلث سبورت، يعني ايه المنتال هيلث سبورت؟ يعني لو انت عندك ظروف شخصيه وانت مش في المود، مش مستريح الفتره دي، مش قادر تشتغل، المؤسسه او الشركه دي بتقدر ده ولا ده بالنسبه لهم لا يعنيهم؟ معلومه برضو مهمه، ما انت ممكن تكون ناس بالنسبه لهم المنتال هيلث سبورت دي مفيش حاجه اسمها منتال هيلث سبورت، انا مالي يعني، انا ليا شغلي، انت كبني ادم مش فارق معايا، انت تفرق معايا وقت الشغل في الحاجه اللي انا عايزها منك اللي انا بديك مقابل عليها. برضو اجين يفرق انت معاك ولا ما يفرقش معاك؟ لو ما يفرقش معاك خلاص اوكي، لكن لو يفرق معاك يبقى معلومه مهمه لازم تعرفها. اتكلمنا عن الامان الوظيفي، اتكلمنا عن السيستم اللي هتشتغل عليه، اتكلمنا عن المسخره، اتكلمنا عن المانجمنت ستايل، اتكلمنا عن الكوميونيكيشن، اتكلمنا عن الورك لود، اتكلمنا عن الريكوجنيشن والابريشيشن، هل في ريكوجنيشن وابريشيشن ولا لا، اتكلمنا على الفرص للنمو موجوده ولا لا، اتكلمنا على الورك لايف بالانس، اتكلمنا عن نظافه المكان، المكاتب والاساس اللي انت هتشتغل عليهم، الورك فروم هوم مسموح بيه ولا لا، الفلكسبيليتي في الوركينج اورز، اضاءه المكاتب وشكل المكاتب. الحاجات دي كلها ممكن تحس ان هي حاجات بسيطه وممكن تتخطاها لما تروح خالص. الحاجات دي فعلا بسيطه بس مهمه، خاصه لو في 3-4 حاجات من دول في وقت واحد مش هيناسبوك، هتلاقي نفسك قاعد مخنوق، قاعد متضايق. بيئه العمل دي
مناسبه ليك ولا لا. فقبل ما تروح الشركه لازم تسال على شويه الحاجات دول. طب يا شباب، عشان انا في سؤال جالي قبل كده بيقول لي احنا مش لاقيين شغل اساسا، فانت بتقول لنا على حاجات صعبه جدا نسال عليها وانا اصلا مش لاقي شغل. طيب دي بتختلف من شخص للتاني. لو حضرتك لسه فريش جراد وما عندكش شغل وما اشتغلتش قبل كده، روح اي مكان، ابدا بس في المكان الصح في الكارير بتاعك. مش هقول لك كل الكلام ده، لكن لو انت بتشتغل ومستقر في شغلك او حتى نص ونص، بس انت ستيبل في شغلك شويه وجالك اوفر تاني، في حاجات مهمه جدا لازم تاخدها في الاعتبار. حاجات لازم تبص عليها كويس قبل ما تروح، زي ما اتكلمنا قبل كده على البيزك والجروس سالري، زي ما اتكلمنا على مديرك، زي ما اتكلمنا على التيم اللي هتشتغل معاه والبيرز، المانجمنت ستايل. النهارده بنتكلم على الورك انفايرمنت او بيئه العمل. دي واحده من الحاجات المهمه جدا، بلاش نستهون بيها لما نتنقل من شركه لشركه.